سؤال إلى بعض المتابعين اللي يشاركون في تعليقاتهم على بعض المقاطع. سؤالي: ليش لما بعض المتابعين لما يتكلمون ويشاركون في المقاطع اللي تنزل ويتكلمون عن تجربتهم أو يعلقون على موضوع طرح لمس معاناتهم ويبون يشاركون، نجد البعض الآخر يبتدي يسخر ويستهزئ وينتقد ويهاجم ويبني تجربة الآخرين على قناعاته وأفكاره وشخصيته وما مر فيه، ويبتدي ينتقد وهو يعني مستهزئ وهو غلطان وأن الطرف الآخر دلوع ولا الطرف الآخر ما يقدر. ليش؟ يا جماعة ترى مش كل من كتب وعلق واشتكى معناته أنه ضعيف ولا عنده نقص ولا عنده عقد. ترى مو كل من اشتكى معناته أنه انفصل أو عاش التجربة بفشل، ولا كل من تعب كان هو السبب في تعبه. في ناس عاشوا فعلا قهر ما يوصف وظلم أحيانا يمكن ما ينقال، لأن في بعض الرجال والنساء فقدوا إنسانيتهم، فعلا يتعاملون مع شريك حياتهم كأنه ولا شيء، والبعض الآخر كان شريك حياتهم عبد عندهم أو عدو ومش روح شاركتهم الحياة. يا جماعة روحوا شوفوا المحاكم إيش فيها من قضايا وقصص وأحداث مؤلمة. شوفوا نسب الطلاق اليوم كم وصلت. هم اكتبوا وعلقوا أو شاركوا بما عانوه بما يعيشونه، يمكن يبون يفضفضون، يمكن يبون ينقلون تجربتهم للتوعية، يمكن يبون حل. ليش البعض يزيد من معاناتهم بأحكامهم؟ ليش البعض المريض يعلق على وجعهم ويسخر من تجاربهم؟ ليش عينوا أنفسهم مصلحين ويجاوبون وكان عندهم الحل وهم ما أصلحوا أنفسهم ولا حياتهم؟ ويمكن لو سألتوا شريك حياتهم عنهم أو الآخرين عنهم تلقونهم يعانون منهم أكثر منهم ما يدرون. ترى النقد سهل بس الدعم صعب، لأن الدعم بحاجة إلى إنسانية. فبدل ما تجرحون كونوا عون، بالعكس عندكم تجربة إيجابية شاركوها بحب، وإذا كان عندكم كلمة طيبة قدموها بنية الإصلاح، لكن لا تتكلمون باسم النصيحة وهذه النصيحة فيها قسوة وتنقيص وسخرية واستهزاء من اللي يكتب. أنتم ما تعرفون وجع أحد ولا حجم الألم اللي يعيشه. يمكن لو مريتوا بربع اللي مر فيه كنتوا أنتم انهرتوا من أول لحظة. كونوا رحماء ولا تحكمون قبل ما تفهمون. افهموا بما هم يعانونه مش بفكركم. يمكن اللي تنتقدونه اليوم يكون أقوى وأصدق منكم. ليش تحكمون على الناس من زاويتكم؟ ليش تقيسون تجارب غيركم على أفكاركم شخصيتكم وظروفكم أنتم؟ كل إنسان له ظروفه وكل شخصية لها تحدياتها ولها ظروفها. هو ما انفصل لأنه فشل ولا دلع ولا كان السبب، انفصل لأنه ما يقدر يكمل، لأنه عاش حياة ألم تعاسة